سؤال بقى كده عبقري ويا ريت نفكر، يا رب تجيبوا الاجابه. في عندي كلمتين اسمهم suitor اللي هي دي، تعالوا نعمل عليها هايلايت او سيركل كده، وفي كلمه ثانيه اسمها جروم. سمعتوا عنها قبل كده؟ suitor عريس وجروم عريس، بس ايه الفرق يا مس هبه؟ اقول لك، suitor العريس اللي لسه ما اتدبسش، هو رايح يخطب بس او راح خطب خلاص، تمام، لسه ما اتجوزش، لسه ما قعدش في الكوشه، تمام، ده بقول عليه suitor. بقول عليه ايه؟ suitor. بالامريكان accent gonna be like this suitor. اوكي. طيب الجروم اللي هو لا، ده اللي خلاص بيتجوز، قعد في الكوشه واتجوز، ده اسمه كده جروم. عشان حتى تعرفوا لما تروحوا تبقوا عارفين العريس اسمه جروم، حتى تلاقي دايما مكتوب في الانفيتيشن لو في دعوه او حاجه جروم اسمه مثلا احمد، البرايد اللي هي العروسه اسمها منى مثلا، خلاص. فلازم تبقوا عارفين الفرق. يبقى السوتر هو الشخص العريس اللي لسه بيخطب بيتقدم، لكن الجروم ده اللي خلاص اتدبس وايه، اتجوز.